ابو عاقله انطلاقه ويكشف المرمى وخطوره في التمرير. جول الهدف الاول من كاريكا يسجل الهدف الاول في هذه المباراه. كرة التمريرات السهله دائما تشكل خطوره على المرمى. انطلاقه من وسط الملعب بطريقه مميزه. صهيب تحول من الجهه اليمنى وتوغل ومرر البينيه لابو عاقله، دخل لمنطقه الجزاء، لم يسدد بنفسه وآثر أن يمرر، وبالفعل مرر كرة عرضية قابل مدثر كاريكا، وضع الكرة في الشبكة. هدف أول في هذه المباراة من مدثر كاريكا في الدقيقة 41 من شوط اللعب الأول. محمد عبد الرحمن خطف الكرة ولكن كان في تدخل من عوض كافي وركلة جزاء لصالح فريق الهلال اللي كان هو مهيأ انه يسجل هدف وارتكبت معه ركلة الجزاء. الآن يستعد لتنفيذ الركلة بنفسه. ركلة جزاء لصالح فريق الهلال في الدقيقة 45. محمد عبد الرحمن يتقدم وتعود جول من مدثر كاريكا. ركلة الجزاء عادت من العارضة وكاريكا قابل وسجل الهدف الثاني لصالح فريق الهلال في الدقيقة 45 من ركلة جزاء تم تنفيذها وأعادت من عارضة المرمى. وكاريكا بخبرة السنين الطويلة كان مهيئ نفسه لإعادة الكرة في شبكة عوض كافي. شوف إعادة اللقطة، القائم الأيسر صدى وكاريكا قابل وسدد وسجل الهدف الثاني. هدفين لصالح ولاء الدين. يبدأ المشاركة الآن بديلا لمدثر كاريكا. مقدمة أصبحت فيها محمد عبد الرحمن وولاء الدين. رمية التماس تنفذ الآن وخطيرة. جول الهدف الأول، هدف تغليص الفارغ للنادي الأهلي في الدقيقة 24. دقيقة 24 النادي الأهلي يقلص الفارق بخلفية ممتازة مرعوبة من الركنية، اتلعبت مباشرة في المرمى. هدف أول لصالح النادي الأهلي. سنشاهد إعادة اللقطة، التماس ومباشرة في المرمى اللاعب رقم 11